بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نتكلم عن بداية كتابة التاريخ الإسلامي، أو متى أو لماذا الصحابة اختاروا أو احتاجوا أن يختاروا ويكتبوا التاريخ ويجعلوا للتاريخ بداية. كما تعلمون المسلمون لم يكن لديهم في السابق دولة قديمة ولا عقلية تاريخية، لم يكن يعني عرب اجتمعوا مساكين ومن جديد تعلموا من الإسلام ماذا نحتاج ماذا لا نحتاج. العقلية كما نقول عقلية الدولة لم يكن موجودا عندهم، فمع مرور الزمن احتاجوا أن يكتبوا ويؤلفوا ويعمل أمورا كثيرة. فسنتكلم لماذا احتاجوا أن يكتبوا التاريخ. برايد عزيز ام درس خوی تاریخی یعنی اوی دیرو که دست بید کن ایروجی ام بیجن نقطه اول صحابیه چما احتیاجی دید که چشتکی جرا بیجن تاریخ بنفسینن، تاریخ بنفسینن، فلان روش فلان سال احتیاجی چه درکت شبیر وانه کن مسلمان که مگو مسلمان دست بید که عرب که اوی اسلام نوانده درکت اسلام هات مکه را مدینه و هدی بلابو یعنی دما که هات عرب عقل وانه دولت تنبو او عقل دولته وك انا عقل انا زبيجم كو افيا دولته وافيا نفساندنه وافيا تاريخه وافيا نفوسه وافيا نظام شيء وافيا حساب وكتاب ودفتر تشتاك ساكن وتنبو هيدي اسلام هات وان فيري تشتاكر وانجي كانسان دقل بزمان رد عربي مع مرور الزمن يعني بدر بصبونا روجا قوتن والله افجمر لازمه كان فيا بكن كان فيا وكنو بكن اجا التاريخ جي بفي شكل يعني دس بكر. اما انا بیجن که سبب که مسلمان احتیاجی وانش تاریخی چی بو و فهم کنو قام تاریخی که بنفسين سبب چی بو. اما انا بیجن اولا وقبل كل شيء في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، طبعا في عهد الرسول لم يكتبوا التاريخ ولا في عهد ابا بكر، ولكن في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه حينما كانوا يرسلون الرسائل والكتاب للوالي الفلاني والمحافظ الفلاني، فمر بعض الأمراء كتبوا إلى الأمير إلى الخليفة أمير المؤمنين قالوا يأتينا رسالة ولكن مكتوب عليه شعبان، أي شعبان لا ندري، رمضان لا ندري، رمضان القادم ولا السابق لا ندري، نحتاج أن نعين أي رمضان لعامل أي سنة. فبناء على ذلك الصحابة اجتمعوا وقالوا خلاص نحن نحتاج أن نكتب تاريخا ونعين، مثلا نقول شهر رجب، أي رجب لأي سنة، سنة 1 2 3 أو كما نقول الآن 2026. هذا هو بداية الحاجة أن نكتب التاريخ ونعين، نكتب الرسالة، نعطي الديون، هناك بيع وشراء، نحن لا ندري ماذا نكتب. فقالوا إذا نحن نحتاج أن نعين لنا تاريخا، أي تاريخ سنقول، واحتاج أن يكتب التاريخ على أي أساس. دست بي كده چما احتياجيوان چهبو مكو حضرت عمر بن وقت پیغمبر دا تاریخ ند نفساندن، وقتی ابو بکر صدیق داشتن بو، وقتی حضرت عمر دا دولت مازم بو والی چید بن مکتوب چن مکتوب تینه وها والی کی جرا گویا خلیفه پیغمبر گوجانا مکتوبش مرتين تا گوتیه مثلا مها رجبه ولا مزان کی جرا رجبه وكان بساعات كده نتشون حتى در باسون پر زمان شو يعني ام نزان ياجي تشتكي چید به ام دبجن فلان مه اف فلان مه صلاه چويه صلاه هاتيه ام نزانن گره ام تاریخ کی بنفسین دماغ مسئله نفسان ام بیجن فلان تاریخ مثلا تشتكي دستيني تدبيجي حتى مها حشتا كيجا سال 1026 مها حشات بريم بديمن مثلا عادتك كردا هي ابي گنديك زراعت دفروشن چي 15 مها حفتاه تجارت دبي 15 مها حفتات بريم بديمن اي گندا سري حفتا دا گنمو تشتي خد فروشن حتى 15 رو پرد که دستيون دين خودن دبي 15 مها حفتا ياجي ام بیجن مها حشتا في تاريخ هاني جو خلاص جو احتياجه ما هي گرم تاريخه كي بنفسينن دسبيك سبب ابو سبب جو ام مكتوبات شينن ام نزانن اكيجا تاريخه صاله هاتيه صاله چويه كيجا ما ام نزانن جو گرم تاريخه كي بنفسين اجا مي انا ورم بيجن تاريخ شو وقتي ده دسبيك كيجا صالح خو كرن دسبيك ام انا بيجن بعدما قبلوا انهم يحتاجوا ان يكتبوا التاريخ قالوا طيب نختار اي شيء نجعلها بدايه لنا. فمنهم من قال ولادة الرسول، ومنهم من قال بعثة الرسول، ومنهم من قال موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في الأخير قالوا كل هذا مش متفقين عليه.
نحتاج أن نعين تاريخا نجعلها بداية وفيها بداية ولادة الإسلام. قالوا أفضل شيء لنا أن نجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بداية لنا من العام الذي هاجر فيه، نقول هذا بداية العام عندنا. لماذا؟ قال بهجرة الرسول تأسس لدى المسلمين دولة صغيرة وبعد ذلك كبر، حصل لدينا دولة مستقلة، نحن مسلمون وهذا بلدنا. قبله لم يكن شيء، مسلم هنا ومسلم هنا. فبعد الهجرة قالوا نجعل لنا الهجرة بداية العام، لأن بالهجرة تأسس لدى المسلمين دولة صغيرة وبعد ذلك كبر. واختاروا شهر المحرم. الرسول لم يهاجر في المحرم، هاجر في شهر آخر، ولكن قالوا كما تعلمون قبل شهور أو قبل ربما سنة ذكرنا بأن أهل المدينة حينما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبايعوه كان في شهر ذي الحجة في وقت الحج، وبعده يأتي شهر محرم. قالوا أفضل شيء لنا أن نجعل المحرم بداية السنة، لأن في المحرم الناس ينصرفوا من الحج حتى يكون ولادة جديدة للجميع، ولادة للإنسان مع الله، وكذلك ولادة للمسلمين مع أنفسهم. فاختاروا أن يجعلوا شهر المحرم بداية العام هكذا. مسلمان أقول أم محتاج صالة كناك چه صال به قرار دان قو والله أم بيجن صالة قامر حاجة بشكي قريب بردابدي قو أم بيجن صالة هجرتها بيخنبر باكي چما قوتن هجرت هناك صحابية قو أم بيجن رويك خده بيخنبر داية مثال قو والله أم باش نزانه كجارو رويك خده يكريا بيخنبر قو بخده أفجي شنابه رويك بيخنبر وفات كريا قو أفجي نابه يعني وانا تف وفاتا پیغمبر پشتوانش کی يعني قام چما بکن قام سا تاریخ کی دین کوی تاریخ دا دسپیکا دولت اسلامی هات بکرن کی جاروجه وقتی پیغمبر هجرت کرد هجرت دا دولت مسلمانه دست بکر چه بو ایدی مدینه بو دولت مسلمانه سروکی جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو ان باشی ام بجن سالک پیغمبر هجرت کریه براجوی ساله دا تاریخ دولت اسلامی دست بکر وی هلانین قلت چما مها محرم ایجا پیغمبر محرم دا هجرت نکرد بریا هجرت کربو اگر که ببیراوه مجاره کی بحث کرد مگو وقتی که ملت مدینه وان گنج هاتن مکه و پیغمبر را صوز بسلمانی دان بو مسلمان بیعت جراد بشن کرن مها حجه بو مها ذل حجه بو مها ذل حجه دا مرکبو مسلمان و صوز اسلام دان پیغمبر ای ذل حجه پشتی محرمته عالم صحابيه حضرت عمر وحضرت عثمان وحضرت علي وصحابيه دنه قول الله ام بيجن براج هم هجرتها پیغمبر ومها محرم دابه محرم سر سالمه يعني سر سال اسلامي مها محرم دبه يكي ساله قو محرم هم مسلمانش حجه خلاص تبن وبشتوي مها محرم دايدي چن مال خود گجن مال خود چم كي ذل حجه بريا وعرفه وحتى خلاص بچن مال او ما خلاص تبه قو ام بيجن دسبيكا محرم برا سر سال ما هجري به يعني تفرد ما چه انكر ما قو هجرت سر سال اسلامي محرم جي روجس ما سريع ما عول يا نور فبراير متبجن يا ما يكيد دويا ما عول قوت المحرم و تاريخ ويجي قوج هجرتها پیغمبر عليه الصلاة والسلام فكيش بس سؤالك بك كان صالك پیغمبر هجرت كريا وانتظانن سؤال موجه إلى الجميع منذ متى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم نحن في أي سنة 1400 وكم شلو حفت 1447 يعني قبل 1445 سنة هاجر الرسول من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم عفر مجوارة تاريخه وباشا هاج بيروانا كان 1447 سال بري پیغمبر مكة هجرته بالمدينة واكريه اوش تاريخه كباشا برد عقلي وضع منش بيروانا كان نا پشته ابو بكر جي وفات كر وقت حضرت عمر ده يعني اجا چند سالش خلافت حضرت عمر در باس وانا وناي بيرامن فقط يعني 2 سال ابو بكر جي قديان پشته حضرت عمر هات وهيجا قوتن والله ده كان بنفسني كاسه 4 سال در باس بنت پشتی ده ایجا وقتی که نفساندن 10 سال هجرت پیغمبر 2 سال ابو بکر بود 12 چند سال حضرت عمر يعني در باس بود في وقت ده دست بكرن يعني وكذلك ملاحظات أخرى قبل ما ندخل في التاريخ كتابة التاريخ الإسلامي هناك ملاحظات العلماء يلاحظون على كتابة التاريخ الإسلامي
هناك نواقص، هناك عيوب، أو نقول ملاحظات أفضل، هناك ملاحظات على كتابة التاريخ الإسلامي، سنذكر لكم هذه الملاحظات. وإنما نقول ملاحظات أو نقائص لا نقصد بها الإسلام. كتابة الذي كتبوا التاريخ لهم أو لنا أو للعلماء عليهم ملاحظات، سنقول هذه الملاحظات. أما أنا نقطة كادني بيجن نقطة چند کیمانی نفساندنا تاریخ اسلام دا چبونه کی کیمانی چبونه اویا شاش فهمنه که نه به سیدای مجدین در کتیت بجه تاریخ اسلام خرا نه اسلام شکل کی نفساندنامه کیمانی نفساندنه دا اینکی چبونه اوانا عالم مدبجه موان کیمانیا کر گره نبونه لورا مبسلمانا قرآن را پر خدمت کر شرفا مایش مجبورن مش حديث پیغمبر را ذکر علیه الصلاة والسلام اما مش تاریخ را پر نکر عیبا ما یعنی مثلا هر حدیثی که قامت خوینن امزانن کیش پیغمبر بهیستیه کی حتی پیغمبر هر روز وارا خطبه خوینن اند بجن مثلا من رواه بخاری گفت یاجم ترمذی یا مسلم ناوی وانت بجم تاریخ دا اب عیبان یک جوان عیبا مثال ایجا چند نقطه کو عالم نفسان گوتیه وان عیبا د نفساندنا تاریخ مدا چیبونه وان عیبا جیبونه سبب کیرو هنكي تشكتنا نافها عيب ما تشبونه يعني حاشا ناكو اسلام عيبا اسلامتنا لي نفساندنا تاريخها بالسلمان وساكن تاريخها ما يعني او كمان يعني كاتيك اما كان نقطه بيجن اول الملاحظات على كتابه التاريخ غياب الهدف كثير من الكتب التاريخ المؤلف كتب الكتاب يا اخي لماذا كتبت الكتاب الهدف غير معروف جمع الاخبار وقال تفضلوا يعني مثل الذي يذهب إلى الدكان يشتري الخضروات يقول أخي تفضل يا أخي ماذا أفعل به تفضل هذا أحد العيوب جمعوا لنا أخبارا كثيرة في بدون ما ينقح ويعمل والغاية لماذا تكتب التاريخ لماذا عملت هكذا يقول تفضل يا أخي جمع لنا الأوراق وكتب مع العلم بأن غير المسلمين خصوصا في العصور المتأخرة حينما يكتبون التاريخ يعرفون لماذا يكتبون تاريخهم هادف يقول نحن نقصد بالتاريخ أن نربي جيلا على عقليتنا وعلى خلفيتنا وعلى مذهبنا ولكن المسلمون جمعوا الأخبار واليوم عقلنا اختلط نقرأ الخبر نقول يا أخي والله هذا ما يدخل في العقل هذا كيف يكون وهذا لماذا هكذا فأمور قد اختلطوا في البعض هذا أحد العيوب جمعنا الأخبار ولكن بدون هدف هذا أحد العيوب يكشي كيمانيك وتاريخ مدى هاتنا نفساندين پر کتاب می تاریخ یعنی دیروک یعنی بکل ماجید بیجن میجی تاریخ دیروک وانا تبعیننا معنوی پر وان کتاب می هم تدبیجی هدفها تشیه تشما في کتاب نفسان دیه اوات من نفسان دیه يعني كتاب می تاریخ اوی کبن 10 مجلد اوقانها یا نکاره بخوینه 10 مجلده مثلا کاپتانی دا پنجی حب خبره گوتی یکی وها گوتی اخی کجا راسته چه زانم یک عیبه تاریخ ما مسلمان کو عالم ما نفساندنه اف عیبه هانیه کتابه تاریخ اجمرا نفساندنه یا اخی تچما نفساندیه هدفات چی اما چه بکنی بی تاریخ هانی تنه مثلا انا تهاری دکانه کی خيارا دستيني علي جانا دستين تاسانت چما دستيني والله ما مسانت اره چما دستين جمرا بيجي يعني تخوارني چيكي تبرنجه چيكي ام دياربكر بين طرشك يعني گوش تي چيكي تي فاصوليا چيكي تچما واناني والله ما شعب بكته من اني وكا كنت رمضان امرچي چن دكان تشتا دستينن لازم بنا لازم هم دستينن اوانا عيبه ما يعول بي تشتهاني كرنا الامر الثاني الذين كتبوا التاريخ الغالب عندهم لا يوجد عقلية محاسبة يعني حينما ينقل شيء قبل ما يكتب لا يقوم بالتحليل والنقد يا أخي لماذا أكتب والله هذا لا يدخل في عقلي فإذا عقلي لا يقبل لماذا أكتب يكتب أمور مثل هذا نحن نقول غياب النقد الحسي أو ضعفه يعني النقد ضعيف الرواية مقبولة مقبول مش مقبول لا يدخل لا يهم يا أخي هذا هل يوافق الإسلام لا يهم هل هذا يقبله العقل بأن هذا الرجل يفعل هذا لا يهم يقول اكتب هذا كذلك من أحد العيوب الموجودة في تاريخنا كثير من المؤرخين يكتب بدون ما ينقح يفتش يسأل يقبل ما يقبل يقول اكتب خلاص والذي يأتي بعدي خليه يحلل هذا كذلك من عيوب الموجودة في كتابة التاريخ عيبك هذا عالمه ما یک تاریخ نفسان دنه وقتی که نفسینن شخانا بجنیه ولا عقلم فيها قبول ناکش ما دنفسینم دنفسینه اما راست به نه راست به اوی عیبه کم مازنه تشتکی
كنت سري نفكري عقلتا قبول نكت دنفسي أبي بشتي شو فهمت كيف يا راسته أنا راسته تكت يا تاريخ نفسان دي دكتب ماي تاريخ دا قالك تشتنا عقل قبولناك دين قبولناك قرآن قبولناك نفس هذا يعني تبيجي لا أقي صحابياننا بنفسنا تشتك نابه يعني بنفسنا تشتكي نابه أبياجي كيمانية تاريخ مدى عالم ما في كيمانية يعني كرن خدش وان راضي به أب عيبه هانبو يعني خدش مراد بيجا وقت تشتكي بهيست هاد قويته بريت بنفسني جاش خاب سنة أبيا تشهد به تشينابه والله ناكه بستريا مثلا كتابي راوي جارك ما بحث كر وقتی کو افتیران زنای آوتن استی حضرت عایشه وقتی گوتن زنا کری حاشوی دوی صورت نور در رب عالم آیته که دبی گلو مسلمان لائق وبو وقتی في خبری هات گوت حاشا والله بدره ولا تشنا بیا لازمه و بیا بگوت و چما بیتشتیانه نکر یعنی صحابیه پیغمبر جنا پیغمبر یک هاتیه گوت زنات که او دوی اشخاص فکریم ها دبی نورمال ها و هات بیجن دبي تشتي كلا أقوى وابقوت حاشا والله في شيء نابلو دكا تشوا خان ما بيخمر زنابك إيه تشوا في صحابيان الزنانبك دبي لا أقوى وهاب قوته فقط ونكر مع الأسف وجي كاتن برباي هنكي إنسان وفي كمان يهانكر أبياجي عيبكات ما كنت تاريخي مدام في تشتي هانتكن أبروبلم هاني جمرة تشبيه تشتي عم تنفسين بكم أناليزا كذا بكن وكذلك هناك أمر آخر بعض كتب التاريخ يعني يكتب على الانتماء القومي أو الطائفي ترى هذا يقول سني وهذا يقول شيعي وهذا المذهب الفلاني وهذا المذهب الفلاني يجعل أفكارهم في الكتب فالحق يضيع بين التيارات وبين المذاهب هذا كذلك من عيوبنا نرى واحد يكتب عن تاريخ العباسيين يرفعهم واحد ينزلهم واحد يدافع عن الأمويين واحد يأكل حقهم فهذا عيوب موجود في تاريخنا علينا أن ننتبه لهذا الأمر عيبا كادن يجي تاريخ ماتك نفساندن لقورا كيف دولة تاريخ نفساندن أوج عيبا كادن لقورا كيف مذهبا لقورا كيف دولة حكم مثلا يكيب دولة أموي حسبك را تقول أموي باشن عيبي وان تقوتن أبيكش عباسية حسنات كرن عيبي وان تقوتن أريد راس من عدالته برهبة عيبي وان جي بيجن باشي وان جي بيجن مثلا كي هنا در حق صلاح الدين تانكي تشتان نفساندنه باشا عالمي نو هاتن دبي حيرا دبي أبيا واتك نفسان دي هنكي بعدالة نفسان دي كما دبي أبيا معاش إش دولتها بريا صلاح الدين سان هبالي هبون دولتها زنكي بشتي صلاح الدين هاد قيقوا احتياجية مشتتنا ياجي حربو جبير باكر برابديكي رابوش صلاح الدين عاجز وينكي تشتا سردا نفسان يعني عالم وهاد بيجن دبي أبي عيبا هاني وهاد شيبو ياجي دولتها عباسي حستك عيبك دولة عباسي نادينه هرتشت باشا وباشا يا بشرة عيبايتنا 500 سال 400 سال دولتك قزل منكر كمان يتنبو أباناجي عيب من ياجي سر سني وشيعية ياجي مسألة قومي أبيا قومك وهاي أبيا في قومي وهاي قالك تشتي واتنا نفساندنا ها كتاب تاريخ نفساندنا نابي ملتنا قوتنا ياجي قوتيا فلان كاس أول إذن بحثاي نكرنا يعني مثلا بحث كتاب ماي تاريخ دبين أبياش إسرائيليات عنينا دبي أبي كوغوتي حضرت إبراهيم بشوتينن حاكم بيا أو حاكم جي كرد بيا حاكم كرد ما قبول كرد إبكي أو ملت بحثيناكن أي حضرت إبراهيم أو جنابجن نمرود كرمانجة كردة أو حاكم كرمانجة لحضرت إبراهيم سوريانية خدای معروف گرش خدای بترسه بشکی او قنابه يعني عالمك مصري دبجه پشت صلاح الدين مماليك هاتن جوانا قوت مماليك اصل خود تركمان بون ابي يك سرمزگفتك نفسانا دبي قهرمان دولة عربا ميركنا عربتي چايبكي عربي ياري ميركنا عرب وميرك تركمان بو مماليك نه ترك نه عرب بون نه كرد بون نه عرب بون ترك بون سر نفسانا قوت قهرمان دولة عربا يعني بفي شكل هاني تاريخ عملنا بهفكت كيمانية هاني تشيبو هناك أمر آخر في التاريخ لم يكن هناك دولة أو عقلية الدولة يراقب الأمور ويعينهم ويوجه هذا غير موجود في السنة النبوية هذا موجود في عهد عمر بن عبد العزيز هو أمر بأمر الدولة قال اكتبوا اجمعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدأوا بكتابة ويجمعوا ولكن التاريخ لم يكن لدينا مؤسسة قوية يدعم هذا المشروع ويراقب ويوجه ويحترض عليهم هذا لم يكن موجودا في تاريخنا لذلك نرى تاريخنا مفقود لا يوجد ارتباط بين اليمين ولا الشمال أمور كثيرة نحن
نحتاج إلى التنقيح وإلى البحث، ونقول يا ليت كان لدينا دولة أو مؤسسة يراقب أو كتبة التاريخ حتى يكتبوا تاريخا نحن نفتخر به ويكون موجها لأجيالنا القادمين. كيماني كادنجي دولة إسلام دا مع الأسف دولة لتاريخ ما خوي درنك دولة إسلامي لتاريخ خوي درنك كبيجة تماما مو تاريخ بنفسنا بنكنترول دولته دا مثلا سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بأمر دولة دست بكر نفساندن جانا ملت مدبجه بخاری په نفساندیه بخاری یک جوانه بخاری درنگ بو بریا بخاری ب 105 سالی عمر کوری عبدالعزیز خلیفه بود سال 98 هجری ده بو خلیفه وی وقتش عالم حدیث را خبرشان گون دکاربن حدیث پیغمبر کوم بکن باشت بن وی وقته يعني بدست دولة امرشان گو حدیث پیغمبر بنفسین رسمی قید بکن برا حدیث هندانه بنیدی لو حتى في وقتي هر عالمك يشخوا حديث نفسان جميع كتاب هبون ولكن دولة نبو بروجا دولته مهابجن بروجا دولته تشتكيه بروجا شخصات تشتكي دنيا تاريخ ما يا بسلمان نبو بروجا دولته مع الاسف بروجا شخصا ما هر شخص اكيو تاريخه كي نفسان چه قصا راسته چه قصا كيمه چوا كريه او عيبانه تدا عيبه كي عيبه ما كود تاريخ مدى مع الاسف دولت لخوای در نکد که دولت لخوای در که و دولت حسابش تخوازه عقل دولت ماسترم یا قبول بکن دولت آرشیوی پرن کار پرب دوان کار جوان بجا ویا چیکن او کنترل بکه تبیا چما نفسان دیه مع الاسف او كيمانيه هانيجي او كالتاريخ ما ذهبوا. وهناك ملاحظة جديدة كثير أو خصوصا في العصر الحديث كثير من المسلمين الذين يدعون بأنهم يعرفون التاريخ الإسلامي يقرؤون من كتب غير المسلمين الذين كتبوه عن المسلمين وهذه الكتب مملوءة بالخرافات والأكاذيب والافتراءات والأمور لا يقبله الشرع ولا العقل. هذا كذلك من عيبنا فنحتاج إلى مؤسسات وإلى أشخاص ندعمهم حتى ينقحوا ويكتبوا لنا تاريخا يكون فيها الخير للأمة الإسلامية. كيماني كادن ساجوارا بيجم خصوصا نسل ما نو جبي 5 ساله 7 ساله 8 ساله د مكتب مداد جامعه مداد يونيفرسيتي مداد تشتك تاريخك نفساندن بناوي اسلامي جسادي نوت وان نچونج كتاب اسلامي در نقصنا لكتاب يكي فرنسي ش كتاب يكي المان ش كتاب يكي روس وان اكوان نفساند در حق اسلامي دا چونه كتاب وان ترجمه كرنج مرا بكردي وتركي وعربي وچ نفساندنا اشترى تاريخ اسلامي اي مبارك بكردي كلمه كد بين نيار باوا ناب دوست لاوانه وص نيار باو منه يكي كنيار دين ببي چوارا ببيجه اسلام دينه كي باشه خود جوارازي اتكدا بجن والله حضرت محمد عدالته يهبو اتكدا بجن حضرت عمر ما شاء الله عدالتك نو اتش دراوي كبن وان بنفسين تش دراوي هبني بنفسين اوجي عيبك تاريخ ما كدوان تاريخ ما نو ده مثلا بري مسلمان خبر ددن ابي كتبه ما خواندايه يا تماشات كي مر عجب دمينه كلمه قراستنها ايد مسلمان وها نكر اي پیغمبر وها نكر اي حضرت عمر وها نكر دبين تفجي درو اتنكاري شرجي بكي يعني ملتي كنياري اسلامي بربع عقلا يعني عقل شيطاني ني رحماني دبي از صد حب دروا بيجم ابي كو غوداري بك اجاكي را بجا دروج دو را بجا دروج دهارا بجا دروج بيستي را بجا درو ملتي كرونشته بجا داب سقي خبردان كويا راستنه هيدي جا يقين ناكن بدروي زيده ملت هيدي تسليم دبا يقين بكن قالك جارا انسان بهنكره مناقشات ك تدبيجي خبر دد بيا درو دبي تمام ابيا درو دبي قحب كراستنه ابي دورتي جا احتراز كن دبي كلمه كراس خبر ناده مجبور تسكن تنكاري درج بكيد يقين اشتناكن جبروي قالك افتراجي هاتنا كرن سر تاريخ ما ومع الاسف امجي كاتنه كلو مملا تاريخ خزانن مثلا مسلمان ما خبر دبي اسلام جوانشري اسلام هم هر 100 ساله وفقير ومهف كشتيه او نزانو که اسلام چه علم چه نور چه معرفت چه خوشی تاریخ هم ذهبیه چه پیشوکتن تدا بیا نزانن زام دکن هم 700 ساله هانی یک مهف کشتیه و تاریخ اسلامی هم وان چه دولتی که امتدان ازان دکن اوه يعني تاريخ اسلامي حتى ماليزيا واندونيسيا وفلبين وتايلاند شيء وحتى اندونيسيا وقرطبه وقرطاجه وحاسني في اسبانيا شيء وهاتي حتى نزل فرنسا دولتها موقعه بلا بيه
إسبانيا كوانا بدبين إسبانيا 600 سال نابي أندلس بو 600 سال زيادة دولتها إسلام تدابو علم ومعرفات أوروبا تفجيواتي أم فيها نزانن أم زان تكن هم واكنو تف أم برشن أو جاهلن ومسار يفجي كريه بلك ما تاريخ أخونا أخوانتي يجي إن شاء الله أم تسع حفتاتي كي كيماني الدنيا يجين كي نقطة خوية مهم بيجن إن شاء الله إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته ونحن سنستمر إن شاء الله في كتاب أو القراءة عن التاريخ بإذن الله تعالى حتى حفتاتي أقرأ تاريخ مش كي تاريخ إجمالي بخويننا